بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هوريكم روتيني في يومي النهاردة واستعداداتي ازاي للعيد والصيف، وهقول لكم انا عملت ايه وهعمل ايه. وبس بالله عليكم قبل ما تدخلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة. طبعا انا شلت السجاجيد اللي هي الشتوي الكبيره وغسلتها، بس ما غسلتهاش في البيت عشان كده ما وريتها لكمش. وفرشت الحاجات اللي هي الصغيره دي على قد بس في بين السريرين كده، وحاطه دوستين كده، واحده على باب البلكونه واحده على باب الاوضه. فهو ده الفرش الصيفي بتاعي. وشلت خلاص الفرش اللي هو الشتوي التقيل، وغيرت الملايات بقى وفرشت طقم كده شكل بعضه، ولمحت الخشب كله وسيقت الارض تسيقه محترمه. والبلكونتي بقى من امبارح انا موريها لكم بعد ما خلصنا المشروع بتاعنا الظريف الجميل اللي كان بصراحه ممتع بالنسبه لي ومفاجاه. طبعا فرشت البلكونه وحطيت فازه على الترابيزه، والستاره كانت مغسوله علقتها، ورشيت في البلكونه معطر. بصوا البلكونه بقت تفتح النفس من نظافتها وحلاوتها. ورجعنا لقواعدنا تاني من اول وجديد، ورجعنا ننضف بلكونتنا وتبقى نظيفه زي الفل. طبعا الترابيزه دي انا حطاها لابني لما بيبقى في مدارس بيقعد يذاكر، وعامله لها اللي هو الداير ده عشان حاطه تحتيها بقى البصل والبطاطس وحاطه الثوم، انتوا فاهمين، خزين يعني. وعلى جنب كده حاطه برطمانات المخلل بقى وعلبه المشابك عشان ما لهمش مكان عندي في المطبخ، ومركبه ضرفه السلك علشان تهوي ومفيش دبان يدخل، ورشه معطر بقى، والدنيا زي الفل في اوضه الولاد والبلكونه. الصاله بقى انا كنت شايله بقى فرش السفره والكنب والخداديات اللي هي التكايات بتوعه الكنب، كلهم غسلتهم ونشفوا خلاص الحمد لله. وشايله السجاده برده زي ما قلت لكم عشان كل السجاجيد غسلتها وشيلتها. وطلعت سجاده خفيفه خالص عندي كده، قلت افرشها في الارض علشان ايه، انتوا عارفين ان الجو حر ما بقاش بتاع فرش تقيل وكلام من ده. فرشت بقى الكنب اهو، فرشت التكايات بالخداديات بالكساوي بتاعتهم الفرو دي لما اتغسلوا بقوا نضاف جدا. ولبست الكراسي ومفرش السفره حطيته، ولمعت مرايه الجزامه. وبصوا خليت الدنيا فله وكله فرشته نضيف في نضيف. وفرشت السجاده الخفيفه دي كانت عندي اصلا، انا عندي فرش صيفي وفرش شتوي يعني. هي ممكن تكون مش ماشيه مع العفش قوي يعني، الحاجات البنيات والكافيهات والكلام ده، بس مش مشكله شغاله فيها يعني ايه، برضو بني غامق ونبيتي. انتوا فاهمين، بدل ما اسيب الارض عريانه قوي والعيال يدوسوا عليها وخلاص، وخفيفه علشان السجاد الشتوي بصراحه مالي الارض وبيبقى محرر الدنيا جدا يعني. وروقتها بقى ونضفتها علشان ايه العيد بقى. انتوا كل سنه وانتوا طيبين، خلاص بدأ العد تنازلي كده. وانا مش بحب بصراحه اقعد لاخر وقت يعني، بحب افرش كده واخلص كل حاجه قبل الوقفه بكام يوم كده عشان ابقى يعني ايه مرتاحه كده وما ورايش حاجه. وطبعا كافئت نفسي وعملت لي كوبايه قهوه متينه بوش تقيل كده. مش عايزه اقول لكم بقى حاجه كده في منتهى السعاده اما تخلصي شقتك وتظبطي دنيتك وتبقي فرحانه جدا. شربت القهوه ودخلت على المطبخ في السريع كده، هعمل لهم اكله سهله وسريعه ملهاش حل بصراحه، وطعمه جدا، ولادي بيحبوها، وارداحي من غير فراخ ولا لحمه. جبت حوالي كيلو بطاطس كده، قطعته شرايح رقيقه جدا يعني اتخن من الشيبسي حاجه بسيطه، وهرش عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح محترمه كده. وهعمل بقى اكله حلوه جدا من غير فراخ ولا لحمه، بما اني النهارده اشتغلت في الشقه كتير وتعبت يعني، فقلت لهم ايه، لا نعمل اكله بقى سهله وسريعه بسرعه كده وناكل وخلاص. هتحطي عليها ايه يا لولو البطاطس الجامده دي؟ هنحط عليها جبنه. عارفين انتوا الجبنه البيضه بتاعه العلب، اي نوع بقى. هنحط معلقتين كبار حلوين كده. انا بجيب العلبه علب الجبنه الرودس دي، بجيب النص كيلو مثلا او الربع كيلو زي ما بجيبها، وبفضيها في علبه كده للولاد ياكلوا منها. انا عندي ولادي بيحبوها جدا، فهاخد منها معلقتين كده واحطهم على البطاطس. البطاطس دي على فكره لو عندك بواقي جبن اي نوع تقدري تحطيها عليها، بتقبل اي نوع جبن يعني زي البيتزا كده بالظبط. هتعملي ايه يا لولو؟ هعمل جراتان بطاطس، عشان في واحده كتبت لي في الفيديو اللي فات قولي لنا على اسم الاكله اللي انت بتعمليها في الاول. اسمها جراتان بطاطس او بطاطس بالجبنه، انا ولادي بيقولوا عليها بطاطس بالجبنه. هحط لها كوبايه لبن كبيره كده علشان اللبن ده اللي هتستوي فيه البطاطس، عشان كده بقول لك خليها حتت رقيقه ما تتخنيهاش عشان تستوي بسرعه في البطاطس. وبرش عليها من على الوش كده رشه جبنه موتزاريلا، وخلاص على كده. عايزه تحطي لها بقى زيتون، عايزه تحطي ميكس جبن، اي نوع جبن عندك تقدري تحطيه عادي مش مشكله. انا قلت لك الفكره وانت بقى ظبطيها على حسب ما انت عايزه.
انا بقى بعملها كده، ولادي بيحبوها جدا، بتطلع شبه البيتزايه كده. دي بقى بناكل جنبها ايه؟ ممكن ناكل جنبها جبنه قديمه، سلطه جبنه قديمه، ممكن ناكل جنبها فلفل بطماطم، بتنجان بصلصه، انتوا فاميليا المسقعه، فلفل مقلي، بتقبل جنبها اي حاجه صراحه. وعيش بلدي بقى سخن وعودين جرجير كده. بصوا اكله تحفه وسهله وسريعه، ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص، والولاد بتحبها. والصيف بصراحه عايز الاكلات السهله السريعه دي. بصوا طلعت من الفرن جميله جدا، والبطاطس دايبه زي الزبده، ما تقلقيش هتستوي في اللبن وهتبقى زي الفل. بس حطي لايك بقى لو عجبتك. سلام عليكم.